لو ده اللي بيحصل عندي في المشروع يبقى كده في بروجرس في المشروع بتاعي، غير كده مفيش اي بروجرس. فالدنيا رايحه وجايه ولسه وبنعيد وبنعالج وبنظبط والى اخره، كل دون ما وصلناش الى وركينج برودكت، وبالتالي ما اقدرش اقول ان ده حصل بروجرس في المشروع، او ما اقدرش اقيس البروجرس بالشكل ده. مقياسنا الوحيد هو او وركينج برودكت. اهلا بيكم. معادنا مع البرنسبل رقم 7. برنسبل بسيط جدا بيتكلم عن احنا بنقيس ادائنا ازاي، بنقيس البروجرس بتاع المشروع بتاعنا ازاي. الظريف ان في الاجايل برنسبلز وفي الاجايل مايند سيت احنا عندنا مقياس واحد وبسيط جدا، ايه هو؟ ان انت تخرج وركينج برودكت، كده يبقى حضرتك عملت بروجرس في المشروع. فحياتنا كلها جوه المشاريع لو احنا بنتكلم في اجايل كونتكست بتكون يا اما حاجه done يا اما حاجه ان بروجرس، وكلمه done هي ان هي تكون وركينج، فانا بسلمك حاجه شغاله تقدر تستخدمها، تقدر تستغلها، تقدر تشتغل بيها وتطلع منها نتائج وتاد فاليو ليك. لو ده اللي بيحصل عندي في المشروع يبقى كده في بروجرس في المشروع بتاعي، غير كده مفيش اي بروجرس. فالدنيا رايحه وجايه ولسه وبنعيد وبنعالج وبنظبط والى اخره، كل دون ما وصلناش الى وركينج برودكت، وبالتالي ما اقدرش اقول ان ده حصل بروجرس في المشروع، او ما اقدرش اقيس البروجرس بالشكل ده. مقياسنا الوحيد هو او working product. البرنسبل رقم 8 برضو بسيط، وكالعاده الكلام في الاجايل دايما بيكون بسيط جدا. بيقول ان الاجايل بروسيسز بتوصلنا الى sustainable development sustainable production. بمعنى ايه؟ بمعنى الدنيا ماشيه بنفس السرعه، احنا لينا معدلات ثابته شغالين بيها، فاحنا شغالين بالطريقه الانسب تطلع نتائج اسرع للعميل بتاعي على فترات متقاربه، وكل شغلنا ماشي بنفس السرعه، فمفيش مره بناخد وقت طويل قوي ومره تانية بناخد وقت قليل قوي، لا احنا بنظبط ادائنا دايما ان يكون شغلنا ماشي بمعدلات شبه ثابته، ولو بقي ثابته يبقى جميل جدا، ولكن طبعا لازم يكون في سورت اوف ديفيشن بسيط في تعاملنا او في شغلنا او في ادائنا، ولكن بيكون فيري ليميتد، وبالتالي بنحاول نخلي شغلنا دايما ماشي تقريبا على وتيره واحده بسرعه واحده، وبننجز الاعمال بنفس السرعه دي. دول المبدا رقم 7 و8. لسه فاضل لنا 4 مبادئ وهنشوفهم في الفيديوز اللي جايه.